السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير من الأصدقاء في الفترة الحالية بيحاولوا يقدموا منتج أو يحاولوا يقدموا خدمة ديجيتال تفيد المستخدمين، ولكن ما بياخدوش بالهم من حاجات. ففي المراحل الأولى دايما بيعتمدوا على أنفسهم إن هم يغطوا كل خطوات الإنتاج بنفسهم، ولكن بيغفلوا عن حاجة مهمة أوي، إن أي قرار تصميمي أنت بتاخده على في المنتج بتاعك أو في الخدمة اللي بتقدمها لازم يكون مبني على 5 حاجات، واحدة منهم أو كلهم بناء على المرحلة اللي أنت فيها. أول حاجة الإحصائيات اللي موجودة، سواء المنتج أو الخدمة دي كانت شغالة وكان ليها إحصائيات أو لأ يعني. رقم اتنين دراسة المستخدمين، ودي من خلالها تقدر تشوف البين أو المشاكل اللي بيواجهها اليوزر أو المستخدم، والآمال أو النيدز اللي هو محتاجها تكون تتحل في التطبيق أو المنتج دوت. رقم ثلاثة دراسة المنافسين، ودي مهمة جدا جدا علشان تقدر تحط قدم ما بين المنافسين، وعشان كمان تقدر تشوف الفرص اللي انت ممكن تنتهزها علشان تتقدم عليها. رقم أربعة اليوزر تيستنج، ودي انت محتاج تستخدمها او تعملها على طول مراحل انتاج المشروع علشان دايما تتأكد من اللي انت بتعمله دوت هيكون مناسب لليوزر، سواء يغطي احتياجاته ويكون كمان سهل الاستخدام بالنسبة له. رقم خمسة والأخيرة وده مكانها الطبيعي، اللي هو الاسامبشنز او الافتراضات اللي موجودة عندك بناء على خبرتك السابقة، لان قد يكون انت استخدمت المنتج ده قبل كده وعندك خبرة عنه. ال5 حاجات دول لو انت قدرت تحققهم في الديزاين ديزيشن اللي انت بتاخده، ان شاء الله بنسبة كبيرة جدا هتقدر تحقق البيزنس نيدز اللي انت محتاج تحققه. بالتوفيق دايما ان شاء الله. السلام عليكم.